يعني 3 نقاط مهمه للمنتخب السوري وفوز معنوي ربما تطالبون به جماهيركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم على الفوز المعنوي، بالفعل المعنوي بكل ما تحمل الكلمه من معنى، لانه الضغط اللي صاير على الفريق، على الكادر الفني، على اللاعبين، ضغط كثير كبير. نحن مطالبين بكثير، خصوصا في ظل حاليا التجديد بالمنتخب، في ظل اللاعبين الجدد الموجودين، 6 إلى 7 لاعبين جدد موجودين راشدين المنتخب بعد تقريبا شهرين من كأس آسيا فقط. 6 إلى 7 لاعبين، عدد كبير، بالإضافة لغياب 2 من أعمدة الفريق، عمر خليبين، عمر السومة، من أساسيات ودواعم المنتخب، قواعد المنتخب. فرغم هيك الحمد لله، يمكن المباراة الأولى ما كنا في المستوى أبدا، المباراة الثانية يعني حاولنا نقدم أفضل ما لدينا. إلى الآن المستوى نحن مو راضين عليه أكيد، لكن اليوم الفوز شوي معنويا ممكن يريحنا، إن شاء الله المباراة القادمة نعطي مستوى أفضل بإذن الله. كابتن فراس، يعني معلومة جتني بالجو إنه أنت لما دخلت بديل كنت مقتنع بأنك ستسجل، أو كان عندك إحساس راح تسجل، قلت الزاهر أو الميداني. أنا ما بيهمني التسجيل بقدر ما بيهمني المنتخب هو الأهم، الفوز هو الأهم. أيا كان سجل، المهم بالنهاية فاز المنتخب السوري اليوم. يعني لو سجل أي لاعب، لو كان عندك إحساس راح تسجل، قلت الزاهر أو الميداني. أنا ما بيهمني التسجيل بقدر ما بيهمني المنتخب هو الأهم، الفوز هو الأهم. أيا كان سجل، المهم بالنهاية فاز المنتخب السوري اليوم. يعني لو سجل أي لاعب، لو سجل حارس المرمى، أو مسجلين الفريق الخصم، بالنهاية الفريق الفوز المنتخب السوري، وهذا الهم. يعني همنا واحد، انه نحن نقدم افضل ما لدينا، ننزل على الملعب لو دقيقه واحده تقدم كل شيء عندك، لانك انت اليوم عم تلعب تمثل 23 مليون، فلازم تعطي كل شيء عندك لو تلعب لثواني. فهذا واجبنا، يعني بالنهايه تنزل تؤدي واجبك، لولا صناعه زملاء اللاعبين لما سجلت. فهذا عمل جماعي بالنهايه، الحمد لله رب العالمين، انك توج العمل الجماعي، هذا شيء بفضل الله عز وجل. شكرا جزيلا كابتن، حياك الله. بالتاكيد هذا